ابلكيشن فقير بتاع جي بي ال ده قال لك ابلكيشن فقير. عارف ليه قال لك ابلكيشن فقير؟ لان دي ما فيهاش ابلكيشن اصلا. يحكى ان صاحب محتوى عبقري حد كان مديله فلوس عشان خاطر عايزه يبيع سبيكر في السوق، فراح عمل ايه؟ قال لك السبيكر ده 230 واط، وراح جاب سبيكر من جي بي ال. انا مش عارف قلبه جابه ازاي يعمل الحركه دي، وقال لك ان انت كده مستفيد جدا عشان يقنع الناس انك لما تدفع 10000 جنيه هنا هتاخد الاداء بتاع الجي بي ال. تعالوا بقى نجرب ال 230 واط ونجرب ال 200 واط. هم ابلكيشن فقير على كلمته ماشي، وهنجرب كام براند تاني كده ونشوف يا ترى الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط. المقارنه دي مهينه ان انا اعمل كده، ولكن بقدر الامكان هحاول اوصل لك الصوت واصور لك البيز. وبعدين عندي مفاجآت في سماعات تانية ممكن تشتريها ب 9700 جنيه تستاهل جدا. ده 230 واط، ها هو حلو، ونقول عليه حلو، ونقول عليه كويس. ده 230 واط. حاسب لو تقع. بص مرار طافح. والله اللي بنعمله ده جريمه لو الاجانب شافوها ماشي. ده الجي بي ال مو ابلكيشن فقير. فالمفروض ان ده 230 واط اعلى من ال 200 واط دي. انا شوف ابلكيشن فقير بتاع جي بي ال ده قال لك ابلكيشن فقير. عارف ليه قال لك ابلكيشن فقير؟ لان دي ما فيهاش ابلكيشن اصلا. تعالى بقى اعرفك على عضو جديد معانا ب 9700 جنيه. فتعالى اسمعك احد الانفجارات في ال 9700 جنيه اوت سايد وان سايد. يعني ايه بقى اوت سايد وان سايد؟ يعني التثبيت بتاع السماعات عامل ازاي هنا وهنا، والتويترز اللي من الجنب هنا وهنا، والكلام ده كله 9700 و9700. لو انت حابب ان انا ابعته لك ما عنديش اي مشكله. يلا بينا نبدا الاحتفال. يا صديقي لو الصوت لعب احنا كسبانينها من زمان. مفيش شركه بتجيلنا غير وبنختار وبنرجع وما بنشتريش اي حاجه اللي هو فيها مصلحه العميل، لان ده منطقي جدا. ما انا كده كده كله هبيعه، ببيع اللي انا اكسب فيه ويبقى كويس، ما كده هكسب وكده هكسب. فاحنا كل شويه على الناس ذمتنا هي العميل. احنا بنكسب من العميل مش بناخد فلوس من الشركات عشان نطلع نقول ده حلو. الثلاثه هتلاقيهم موجودين في الفروع، الزيتون والعبور ومدينه نصر وفيصل وعين شمس، والفروع اللي هنفتحها بعد كده. خش وجرب كل الحاجات دي عندنا مفتوحه، ومالكش دعوه بأم ابلكيشن فقير معلش، عشان دي ثمنها 23000 جنيه والنسخه الفور ثمنها 29800. فمالكش دعوه بأم ابلكيشن فقير دي، بالله عليك سيبها في حالها. زعلت بقى يا عم من كلمه هجاص؟ يا عم خلاص انت انفلونسر وبتاخد فلوس. بس في فرق ما بين انفلونسر بياخد فلوس عشان يطلع يتكلم عن شركات وتكنولوجيا، وانفلونسر بياخد فلوس عشان يبيع منتجات. اخر سنه ونص اي شركه كانت بتجيلنا عندها مشاكل في منتجات، عندها مشاكل في المواصفات، بنحاول نقول لهم انك لازم تنزل بالسعر عشان تنافس، عشان في منافسين. كانوا بيرفضوا وبيلجأوا الحل الوحيد يقول لي احنا نروح لاي انفلونسر يضحك على الناس ويبيع لهم المنتجات ونخلص. وبيحصل وهيحصل. افرق ما بين الشخص اللي بيبيع لك منتج، انا في ناس بتنتقدني وفي ناس هتلاقيها مش عاجبها ادائي او ما عجبوش الخدمه او كلام من ده، لان انا ببيع منتج مش ببيع الوهم. الانفلونسر بيبيع لك وهم. يا صاحبي اللي بتسمعني، لما تحب تاخد مرجعيه من اي منتجات في التكنولوجيا او الالكترونيات، ارجع للمكان اللي بتشتري منه، خش اساله هو. فكك من الهجاصين اللي على النت. اتمنى تكون الرساله وصلت. ايوه هجاصين، فكك من الهجاصين اللي على النت. اتمنى تكون الرساله وصلت. في فرق ما بين انفلونسر بندفع له فلوس عشان نوصل للمتابعين بتوعه عشان يعرف الناس ويعمل اويرنس ووعي بعلامتنا التجاريه، وبين ان انا مش عارف ابيع المنتج ده زي ما بيحصل بقاله سنه ونص في كتير من الشركات وقادر اقول اسمها. فيا عم حاول تنزل في السعر، لان في شركه منافسه بتنزل بسعر اقل. فبدل ما يلجأ لحل ان هو ينافس في السوق،
لا يا عم، انا اروح لاي انفلونسر يستعبط الناس ويبيع لهم هذا الهبل باسعار اغلى لانه مش عارف ينافس. اتمنى تكون الرساله وصلت. ده البوينت ال 10000، وهنعمل لكم فيديوهات جديده بالليل لمنتجات تانية. في فرق ما بين اللي بيبيع لك منتج واللي بيبيع لك الوهم. وكده كده اللي عنده مبادئ عنده كتير قوي قوي من العداوات. صباحكم فل.